جماعة هلا انتر يا معلم، انتم واثقين بالانتر انه يفوز في ملعبه؟ تعالوا اوريكم النتائج الاخيرة للانتر. ابو راس مربع، بتفكر الانتر احسن من فريقك؟ لا يا حبيبي، فريقك احسن من الانتر. شوف نتائج الانتر شو قدم يا معلم في الدوري وايضا دوري الابطال. على شرطك يا دكتور، فكر الانتر قدم اشي قدام بايرن ميونخ بين ارضه وبين جمهوره، طلعت المباراة ب 2-2. لولا الحظ يا معلم كان بايرن ميونخ قصال الانتر بين ارضه وبين جمهوره. ومش بس هيك، كل نتائج الانتر في دوري الابطال ب1-0 وفارق هدف فقط يا معلم. ومش بس هيك، كمان الانتر بلع من اي سي ميلان اللي خسرك بين ارضك وجمهورك بالثلاث، كمان خسر الانتر يا معلم في نهائي وخسره بالثلاث. ومش بس هيك، كمان الانتر يا معلم خسر كل المواجهات اللي واجه فيها اي سي ميلان، وواجه فيها اليوفي، وواجه يا معلم الافرق القويه. يعني الانتر ما هو النتائج الكبيره اللي مقدمها. على اساس يا ابو راس مربع بتقول لي الانتر افضل منظومه راح يواجهها نادي برشلونه هذا الموسم؟ ما انا مواجه يا معلم الريال ومواجهه انديه كبيره واقوى كمان بنتائجها من الانتر في هذا الموسم. وبس ما اكتفى هيك الحمدوني يا اخوان ابو راس مربع، حتى يا معلم طلع يلاحق نادي برشلونه مش بنجريرة فقط، وايضا كمان يا اخوان بالمضادات. يعني بيقولوا لك يا معلم لعيبه برشلونه قاعده بتاخذ يا معلم ابر بالوريد حتى يا معلم يصيروا شرسين وبفوزوا قاعدين على ريال مدريد. يعني ريال مدريد مش لاقي له حل يا اخوان، لا دكاترتهم ولا رئيسهم ولا لعيبتهم ولا ايضا كمان جماهيرهم، يعني ما هم لاقين حل يا معلم ضد نادي برشلونه، لانه يا معلم قساهم نادي برشلونه في هذا الموسم مش طبيعي. البرشلوني انبسط لانه عوده لعيبتك يا معلم في مباراه الانتر. ليفاندوسكي عائد ان شاء الله مع المنظومه، وايضا بالدي وايضا كاسادو وكريستنسن وشتيجن، والمنظومه راح تكون جاهزه. الا يا اخوان الخبر السيء هو كوندي راح يغيب 14 يا معلم يوم، يعني تقريبا اسبوعين ل3 اسابيع. فيا معلم مش مشكله كوندي، المهم يا معلم عاد لمنظومتنا اللعيبه المهمه مثل كاسادو، وايضا يا اخوان ليفاندوسكي الهداف، وايضا كمان شتيجن، وايضا كمان كريستنسن حتى يقوى الدفاع. فيا معلم ان شاء الله الانتصار والذهاب إلى نهائي دوري الأبطال.